في رمضان النص الكبير نتاع الجزائريين يديروا السفه ولا المسفوف ديالو كان خطره في الشهر. واليوم بغيت نوري لكم هذا النوع اللي جاي من منطقه جيجل، بزاف مغذي ومفيد. نجيب الزعتر اللي نديروه في التيزانه، نطحناه البودره، وكل 100 غرام كسكس تقابلها مغرف من بودره الزعتر. وكسكس ماما رقيق هو احسن اختيار للسفه، هكذا باش تجيكم مرطبه وبنينه. نبخ الطعام بالماء وندمجه مليح مع الزعتر، ندير له رشه زيت زيتون باش الحبات ما يتلاصقوش، ونخليه يريح باش يتشرب. ومن بعد نحله من بعضه ونفوره مده 20 دقيقه، وغير يفور نملحه، نزيد رشه زيت زيتون ونبخه، ونزيد نخليه يتشرب باش يطرى وينتفخ. في جيجل هذا المسفوف يديروه بالكرموس اليابس وحده ولا مع التمر وحده. انا اليوم درت الخليط نتاعهم هكذا باش يكون غني اكثر ومغذي. نقطعهم لطريفات صغار ونولي لطعامي ونحلاه من بعضه. وهنا وحتى وراني مستعمله الكسكس الرقيق، بصح كل حبه راهي متشربه ومتفرقه على اختها. هذه هي الجوده اللي دائما يقدمها لكم كسكس ماما. حطيت الكرموس هو الاول في الكسكاس، من بعد الطعام وختمت بالتمر، ومن بعد 20 دقيقه من التفوار ندهن بزيت زيتون. وللامانه في جيجل في هذه المرحله يزيدوا السكر الناعم لو سكر غلاس، انا فضلت نكتفي به غير على الوجه. الحوامل في الشهور الوالا ما تاكلوهش. على بروشين.